يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ندخل كده في الموضوع على طول. معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، ونزلت بورقتين من اللورة، وهنزل على طول باللحمة اللي عندي علشان نسلقها مع بعض ونعمل أحلى شوربة، علشان نعمل أكل العيد. الفيديو ده قديم، يعني تقريبا كان يوم الوقفة، ولكن أنا ما نزلتهوش. هنعمل مع بعض النهاردة لحمة وفتة. عايزة اقول لكم الاكلة دي اكلة الشعب المصري كله في العيد، ولكن الا انا انا بعملها بصراحة يوم الوقفة مش يوم العيد. ويوم العيد بعمل حاجات تانية يعني، لكن انا يوم الوقفة بحب اعمل فتة ولحمة، وبزود شوية في اللحمة وبحطها في التلاجة، بتنفعني في ايام العيد بصراحة. هنا بقى هنعمل الرز الابيض. معايا معلقة من السمنة البلدي مع حبة صغيرين كده من الزيت، طبعا لازم الزيت في الرز علشان بيدي لمعة حلوة قوي للرز، ونزلت بورقة من اللورة. ولو عندي فص مستكة، الرز الابيض بيبقى حلو جدا بالمستكة، جربوه لو ما جربتوش هيعجبكم قوي. ونزلت بالمية المغلية وحطيت ملح، وبعد كده نزلت بالرز عادي، مفيش مشكلة خالص. وكمان بحط في الرز الابيض معلقة صغيرة من الخل. جربيها تعجبك قوي، بتخلي الرز كده يبقى ابيض معايا ولامع وجميل قوي. هنا بقى قبل المغرب بالظبط بربع ساعة او نص ساعة بالكتير، قلت هعمل صينية من الجلاش للولاد يعني. كان معايا حتة صغيرة جدا من اللحمة المعصجة في الفريزر، طلعتها مع لفة الجلاش مع شوية ميكس جبن كده، وعملت صينية جلاش يعني. بأقل حاجة موجودة الحمد لله بنعرف نظبطها. بصوا اللحمة يعني حتة صغيرة جدا. حطيت فوقيها طبقة من ميكس الجبن. بعد كده نفس اللي عملته تحت في الجلاش، بحط طبقتين يعني، رقين من الجلاش، وبعد كده بدهن دهنة سمنة، وبعد كده رقين وادهن دهنة سمنة، ورقين واحط العصاج، وهكذا بكرر الموضوع فوق. يعني بحط 6 فوق و6 تحت. وابتدي بقى ان انا اقطعها. الجلاش لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن، وهسقيها كده بشوية من اللبن، كوباية تقريبا من اللبن. ما حطيتش ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص لاني كنت مستعجلة. لكن انا في العادي بحط نص معلقة من البيكنج باودر. دخلتها الفرن الحمد لله طلعت معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وكانت طعمها حلوة جدا رغم ان هي معمولة في اخر نص ساعة قبل المغرب. الكلام ده كان يوم الوقفة. هنا العيش سقيته كده كبشتين من الشوربة وغطيته علشان يبتدي ان هو يطرى شوية. وحطيت بقى معلقتين 3 كده من الصلصة بتاعة الفتة. انا بحب جدا لازم العيش احط فيه صلصة. في ناس ما بتحبش، ولكن جربوها تعجبكم قوي. بتحسي ان العيش متطعم بالصلصة زي الرز، فطعمه بيبقى حلو قوي. وهنا حطيت الرز. احنا بنحب الرز يبقى زيادة شوية عن العيش. حطيت الرز وابتديت ان انا اسويه بالشكل ده. وعملت احلى بايركس فتة معايا. فطرنا منه، وكمان جينا على الساعة 2 3 كده برضو، كنا جوعنا فكملنا الباقي. وهنا بقى حمرت اللحمة. عايزة اقول لكم ريحتها جميلة، هي بتبقى صفرة كده شوية علشان انا بحب احط شوية كركم في الشوربة، بيدونا لون حلو قوي للحمة. هنا خلاص بقى جهزت الاكل. اللحمة حمرتها والجلاش قطعته بالشكل ده. هحط بقى الصلصة بتاعة الفتة على الرز. انا كنت هنا لفيت البايركس فويل علشان يفضل سخن لحد ما اجي احط الصلصة. كده خلاص زي ما انتم شايفين انا خلصت الاكل. بتحطي بقى الصلصة بالطريقة اللي تعجبك وبأي رسمة انت حباها. ممكن تكتبوا كل سنة وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك، تحطيها عشوائي. فانا بصراحة كنت بحطها عشوائي، لقيت نفسي بطلع رسمة كده غريبة، هتشوفوها دلوقتي. وبس كده خلاص الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون خلص. عملنا كمان عصير مانجا علشان الصيام. والفيديو بتاع النهاردة هيكون خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش لايك وسبسكرايب للقناة. لو اول مرة تشوفوها اشوفكم على خير الفيديو الجاي.